نعمة شديدة خلاص، ونعمة كبيرة يعني. فالحمد لله إنه نعمة الأمن دي حاجة عظيمة، نحن ما كنا بنلاحظ لها يعني. استمرار نعم بخلي الناس ما تفقد شنو اللي اتغير في الخرطوم؟ دمار شامل، لكن كله بيعود إن شاء الله، ما في مشكلة. أي حاجة الناس فقدت، أي حاجة وفقدت أرواح، لكن نسأل الله إنه يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى. إحساس جميل شديد، يعني لنا سنتين فرح والله، الحمد لله الحمد لله، يعني إحساس الحمد لله. شنو اللي اتغير في الخرطوم؟ والله بس دمار، يعني من تخش الحزن والبيوت كلها مدمرة وكده. ملامح الخرطوم اتغيرت؟ بتغير الشديد والله، يعني حزن ودمار يعني، ونهب وسرقة، يعني الوضع كعب يعني شديد. كيف لقيت البيت؟ والله البيت الحمد لله ما فضل شيء، ربنا يعوض إن شاء الله ويكون الجاي أحسن إن شاء الله يا رب العالمين. والله إحساس لا يوصف وأنا طالع على الكوبري. وأنا أساسا الكوبري ده يعني كنت مدمناه، لأنه كنت بيجي كلية المعلمات سنتين في مدرمان. إحساسي وأنا طالع من بيت من بري ماشي على مدرمان كأنه أنا كنت في سجن فكونا، يعني بأمانة كده، لأنه نحن سنتين بس عايشين في دائرة بس، يعني لا بتقدر تطلع لا بتقدر تمد راسك، يعني كنا عايشين في رعب خيالي. حاجة ما تتوصف، يعني كون الواحد يكون مقفول ورابط السنتين، ما لاقي عمل، ما لاقي شغل كويس، يعني ما لاقي حتى يتصرف منها. والليل الكوبري بتاع مدرمان فتح كويس بتاع الحديد، وأسا أنا جيت من مدرمان، وأسا أنا راجع من مدرمان، يعني دي حاجة ما توصف يعني. شنو اللي اتغير في الخرطوم؟ والله يا أخي حاجات كثيرة جدا جدا. إذا قلت اجتماعيا يعني الناس اترابطت مع بعض كويس، الناس اترابطت مع بعض، بقت تتكاتف كويس، يعني زي ما تقول الناس بقت كلها مع بعض، يعني بقت خيارات ما في. لما جيت لقيت الكاكي الأخضر أنا اندهشت بكل معنويات، وإن شاء الله ربنا ينصركم وربنا يقويهم وربنا يثبت رميهم يا الله، وجنجبيد ربنا ينتقم منهم وربنا يدمرهم زي ما دمرونا، وإن شاء الله البلد تبقى أحسن من أول. مبسوطة عشان راجع البيت. عشان راجع البيت؟ وانت كنت وين؟ كنا في الزرقان. وين؟ الزرقان. واحساسك شنو هسه؟ الجمهورية كنا. من الجمهورية؟ وماشية وين؟ ماشيين البيت. إحساس طبعا بالراحة والنفسية، وحتى بالرغم من الحطام الكثير الحاصل، لكن في راحة نفسية كده، يعني الواحد بيحسبها بنفسه، يعني هسه كده في أمان، وحتى لقينا الناس قاعدين ما شاء الله الصلاة على النبي، والكرم لا زال موجود في خرطومنا دي. عشان كده نسأل الله سبحانه وتعالى إنه الناس ترجع كلها بيوتها، والوضع الحمد لله 200%. والله يا أخي حاجة مؤسفة وحاجة بطالة والله، يعني في دمار شامل كامل، وإن شاء الله الأمور بتتصلح وربنا يحسن زي ما بقولوا، يعني يصلح الحال يعني. دمار كبير، لكن أنا متأكد إنه الشعب السوداني هو قادر على إنه يعيد هذا البناء بإذن الله سبحانه وتعالى. شنو اللي اتغير؟ المباني، الناس، الشوارع، ملامح والله ملامح الشوارع لا تتغيرت. أنا حاجة داخل على الحلة الجديدة، غبيت مشاريع بيتي لحد ما مشيت مسافة حتى جيت راجع. تغيير كامل في كل المباني، فيها خراب، فيها دمار. حقيقة لما تلاقي زول انت بتعرفه بتحس بانك انت عايز تبكي من شدة الفرحة، لانك انت اخوك له سنتين ما شفته، الان وجدته في الشارع وقاعد في البيت، فاحساس يعني الواحد ما يقدر يوصف يعني. طبعا احساس جميل شديد، يعني احساس انه زول يكون مطول من الخرطوم ده وجيها، يعني بس شوية الحتة ملامحها اتغيرت في حتات، يعني اهو اثار الدمار والتخريب وكذا، لكن ربنا يصلح الحال وان شاء الله كل الامور بتكون طيبه. ما شاء الله في الوضع الاول في استياء لما تعال الاوضاع والحرايق والحاجات دي، في استياء، لكن هسه ساعات جينا مارقين ما شاء الله الناس شغاله، مويه، مواطنين ذاتهم قاعدين، فالبلد ماشي لافضل الحمد لله، انه الناس دي ذاته خطونه، والله الناس ما مصدقه.